ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ ده كده ان شاء الله اول فيديو ليا هنا كده في القناه، اللي انا هبقى دايما بتكلم فيها عن نادي الزمالك، وان انا دايما يعني حول رايي وادافع عن حقوق نادي الزمالك واي اساءه لنادي الزمالك. وانا عارف ان الموضوع التيشيرت ده وبالذات اللوجو الجميل ده بيضايق ناس كتير جدا. يعني في ناس كتير جدا كده لما بتشوف التيشيرت ده يعني اعصابهم بتتعب يعني. فخلينا بقى نخش بس في المهم. انا كاتب هنا عنوان ان الاهلي باع كهربا. انا هثبت لكم ان الاهلي باع كهربا ولسه بيشتغلوا، وهو يعني لسه مش مصدق ان الاهلي باعه يعني. لان الاهلي لو كان عاوزه في الاول خالص كان دفع له الغرامه من الاول خالص، ايام ما كان الدولار ب 15 ولا ب 14. دلوقتي الدولار ب 30 والسوق السودا بحاجه و30. المهم، فالاهلي باع كهربا، باع كهربا لان زي ما قلت لك قبل كده الاهلي لو عاوز يدفع كان دفع من زمان، وبدليل حتى ان هو من بعديها عمال يجيب صفقات كتير جدا. شوف الاهلي كام جاب كام صفقه، وكلها صفقات اساسا تقريبا كلها فاشله وبارقام كبيره، وفي الاخر برضه ما دفعش فلوس لكهربا. فهو الموضوع كله عند، وكهربا هو اللي اتحط في النص. فالكهربا اشترى النادي الاهلي، بس الاهلي باع كهربا. اول حاجه طبعا الاعلام الاحمر، الاعلام اللي هو الفاسد، كانوا بيتكلموا ان هم في الاول خالص كهربا لما الزمالك يعني رفع القضيه للفيفا، قال لك مش هتحكم عليه، وقال اتحكم لو اتحكم عليه هتبقى حاجات كده مش عارف فلوس كده، اي اللي هو اي والله العظيم اي كلام. في الاخر كهربا لبس حكم جامد. بعد كده اهلي طعن عليه، راح الكاس راحت مأكده الحكم، لا كهربا عليه فلوس ومفروض يدفعها، ما دفعهاش، راح واخد 6 شهور. برضه قعد 6 شهور دول وما دفعش الفلوس اللي عليه. وفي خلال ال6 شهور دول النادي الاهلي بقى كان عمال يقول لك احنا اول حاجه مش طرف في الموضوع. يعني ايه انت مش طرف في الموضوع؟ ما هو يا جماعه الكلام بالعقل. يعني انا دلوقتي لعيب في النادي الاهلي وموقوف، وانت بتديني مرتب، وانا كنادي الزمالك وقفته لك، يعني ايه انت مش طرف في الموضوع ده؟ انا كده يعني انا كده الزمالك عارف ان يأذي او يحط على النادي الاهلي في حته ان هو لعيب عندك انت مش عارف تستفاد بيه، وكمان بتديله فلوس. دي حاجه. الحاجه التانيه ان انت عمال برضه تقول اصل انا ماليش دعوه بالقضيه. مش هو يا ابني ده لعيب عندك، ولا ده لعيب في ام بي، ولا ده بيلعب في سوهاج، ولا بيلعب فين بالظبط؟ فده لعيب عندك وانت مش عارف تستفاد بيه. فانا كده يعني معلش انا عيبت ان انا ازنقك، وان انا كنادي الزمالك ان انا اعرف اضربك ضربه قويه، ان انا مخلي لاعب مهم زي كهربا انت مش عارف تستفاد بيه. ومش عارف حتى يعني حاطه كده، ولا عارف تعمل بيه اي حاجه خالص. فياريت بس يا جماعه تبطلوا اشتغالات في جمهوركم، وبطلوا تقولوا ان انتم مش طرف في الموضوع. لا، انتوا طرف في الموضوع. انت يمكن مش طرف في الغرامه نفسها، لكن طرف في الموضوع. ان انا اقدر اوصل ان انا اوقف لك اللعيب بتاعك وانت مش عارف تستفيد بيه، ده نفسها ضربه قاضيه ليك. يعني اشتغالات مش عاوزين بس والنبي. الحاجه تانية، جه قال لك اصل الغرامه بالنص على كهربا وعلى النادي البرتغالي، على اساس ده هيشيل ده مش عارف ايه، ده هيشيل النص، ده هيشيل النص. اللي هو والله العظيم اي كلام واي بتنجان. بعد كده جه قال لك احنا هنساعده وهنديله جزء من الغامه على اساس ان احنا هنجدده العقد. وبرضه ما عملوش كده. فالنادي الاهلي النادي الاهلي لو كان عاوز يساعد كهربا كان ساعده زي ما قلت، وكان من زمان جدا وخلص الموضوع. بس الاهلي قعد يستنى يستنى يستنى، ويقول لك اصل انا مش هيدفع الغامه دلوقتي، على اساس ان هو ممكن ما يدفعهاش خالص وهيدفعها بعدين. وبعدين كمان مش عاوزين نساعد نادي الزمالك. ده انت اساسا دلوقتي بتساعد نادي الزمالك اكتر من الاول. ان انت كل ما بتدفعش الغرامه عماله تزيد وبنسبه 5%. ده لو حط فلوسه في البنك يا راجل مش هياخد الفلوس دي كلها وكمان بالدولار. فانت اول حاجه انت يعني انت فدت نادي الزمالك بان انت هتديله فلوس اكتر. تاني حاجه كهربا خلاص ان شاء الله يوم 2/2 اهو مش بعيد يا جماعه. كهربا هيبقى عبره لاي لعيب يعمل كده تاني. انتوا عارفين يعني ايه لعيب يعني ياخد غرامه بعد كده ما يدفعش، بعد كده يتحكم عليه ب6 اشهر، بعد كده تاني ما يدفعش، بعد كده يديله مهله 6 ايام وبرضه ما يدفعش، ويجي يقول لك بعد كده اصل المحامي قال ان هو ما عندوش فلوس ومش عارف ايه وكذا كذا كذا. يا جماعه هو بالعقل الفيفا لو اخد بالكلام ده، وبعد كده حتى لو يعني هيقسط، اول حاجه لازم الزمالك لازم نادي الزمالك يوافق على موضوع التقسيط. لو ما فيش يبقى الموضوع بلح. تاني حاجه ان الفيفا مش هيسمح بالهبل ده خالص. على اساس اللي هو لو سمح بالكلام ده كله، ما هو بعد كده يا جماعه اي لعيب بعد كده هيبقى عليه غرامه مش هيدفع وهيعمل زي كهربا. اي نادي عليه غرامه مش هيدفع وهيعمل زي كهربا، وهتبقى الدنيا سداح مداح. فعشان كده كهربا ده هيبقى عبره للي هو عامله ده. وفي الاخر للاسف كهربا ممكن يعتزل لان الغرامه هتبقى جامده عليه.
هتزيد يعني، مع كمان هياخد فتره ايقاف يعني فتره ايقاف ايه، زمان كان واخد فتره ايقاف لو دفع يلعب، دلوقتي لا، هتبقى فتره ايقاف ومش هيلعب. وكمان الزمالك ان شاء الله باذن الله بيحاول يثبت حقيقته في ان هو كهربا لعب وهو موقوف، فبالتالي اي ماتش كهربا شارك فيه فده يتحسب للفريق المنافس. فهو لعب ماتشين، ماتش سموحه وماتش الزمالك. فاتمنى ان الفيفا تحسبه للزمالك. ولو حتى ساعتها جه الاهلي قال لك اصل الاهلي واخد خطاب من الاتحاد الكوره مأمن نفسه، لا مش مأمن نفسه ولا حاجه، والاتحاد الكوره ملبس النادي الاهلي كده في ايه، بالجواب كده في اخر 3 جمل. وحتى لو كده خلاص ساعتها الدوري هيبوظ والدوري مش هيتلعب، وبدل ما كان الاهلي هو دلوقتي مخلص الدوري في 11 نقطه، الدوري يتلغي والدنيا تبقى 100 100. فالمهم الاهلي باع كهربا، الاهلي كهربا اشترى النادي الاهلي، بس الاهلي هو اللي باع كهربا وكده عندنا في الزمالك. فالايام هتثبت ان اللي عمله كهربا ده غلط، وان الاهلي لبسه و والايام جايه زي ما بيقولوا كده ايه، عشان انا ايه كنت عمال اسمع كلام هكس. وبعدين اكتر حاجه كمان كانت بتضايقني، بيجيب لك ناس يقول لك ايه ده خبير لوائح ويفتي. وبعدين من ضمن الفتي كان يجي يقول لك ايه، اصل ما ينفعش الزمالك يشتكي اليومين دول، لازم يشتكي في شهر 9. سبحان الله، الزمالك اشتكى على طول وجاله رد على طول. فانا بس بقى ايه يعني بثبت لكم ان كل الكلام ده هكس. وعامة زي ما قلت قبل كده ان شاء الله يوم 2/2 مش بعيد، كلها 3 ايام، وهتشوفوا كهربا ايه اللي هيحصل له، هيبقى عبرة لكل واحد يعمل اللي هو اللي عمله ده. وان شاء الله حق الزمالك مش هيضيع. وانا كمان لسه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله انا هتكلم فيها عن كل فضايح النادي الاهلي. انا كده يا جماعه خلاص خلصت كلامي النهارده اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده عن كهربا والقضيه بتاعه كهربا. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه انا هبقى اتكلم دايما عن فضايح النادي الاهلي والكلام الهكس والكذب اللي هما بيقولوه. ودايما هتلاقيني بدافع عن نادي الزمالك، واي اساءه ليه انا هرد عليه على طول يعني، سواء من النادي الاهلي او من اي مكان تاني يعني، هيبقى الكلام طالع من القلب يعني. يلا اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله، يلا سلام.